حقيقه اشهر مطعم بيعمل برجر في مصر، ايجيبت. مطعم 3 داينر، كلنا عارفين ان اسعاره غاليه ومش رخيص خالص، بس اللي فجأة ان اللحمه اللي بيستخدموها مش لحمه بلدي. استنوا لاخر الفيديو عشان في خبر وحش للاسف برضه. اول حاجه تعالى اوريكم ايه اللي خلاني اقول ان اللحمه دي مش بلدي. جبت ساندوتش سماش برجر دبل كده، قطعتين عليه كاتشب وبصل وبيكلز وطماطم، نقسمه نصين كده ويلا بينا بسم الله. هو طعم جامد قوي الصراحه، بس اللحمه مش بلدي. وعشان اكد كمان المعلومه دي ثواني كده، الحمد لله موجود عشان هو اكد لنا المعلومه برضه، عشان ايه ما اقولش حاجه تطلع غلط. ثواني كده بقى، تعالوا معايا اشرب. استنى بس استاذنه بس ان انا ايه ينفع اصور، ولو كده ايه تيجي ممكن تصورني من ظهري. يلا بينا. صباح الخير يا شيف. زيزو عامل ايه؟ سايبك براحتك ها؟ بس بتصوروا معايا؟ لا ما تقلقش. انت ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ مية مية. ينفع سؤال كده بس؟ ما كانش ينفع ايه اتاكد غير منك. بقى صور عادي بس الاول؟ ماشي. ليه يا معلم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ مية مية. كله كويس. سؤال سريع بقى كده. ايه؟ عرفت انا معلومه ان اللحمه اللي بتستخدموها مش لحمه بلدي. قول لي الصراحه، انا بقولها لك وش اهو. انت عرفت منين المعلومه دي؟ هي فعلا لحمه قول مش الصراحه. بلدي. ايه؟ لحمه مش بلدي. كلام بجد؟ اه والله. انا قلت هتقول لي لا او مش لا. احنا بنجيب لحمه احلى من بلدي يا عم، فاللحمه البلدي حلوه في اكلنا المصري. اوكي. لكن لما اجي استخدم اللحمه الامريكاني او اعمل بيها كونسبت امريكاني زي اللي انا عامله ده، مش هتشتغل معايا خالص. انا بشتغل بلحمتين، بشتغل بلحمه اوروجواي وبشتغل بلحمه جنوب افريقيا. الاثنين ممتازين، بالذات الجنوب افريقي عشان اجيبها للمصريين، لان هي عباره عن ايه؟ عباره عن عجل مفطوم بقاله 3 شهور، بقاله 3 شهور بياكل بس واتذبح، واللحمه بامبا والدنيا تمام، حط على النار تك تك خلصت، بتسوي فما فيش. حلو. هتدخل وهتشوف هظبط الدنيا دي معاك. حلو. الحاجه الثانيه كونسيستنسي ريبيت افتر مي. كونسيستنسي. خلاص دي زي ماسس شوت. ايوه دي ما بعرفش انطقها. فالكونسيستنسي ان كل مره تيجي أيوة. تلاقي حاجه تلاقي نفس طعم ثابت. حلو. الحاجه الثالثه المرعى فعلا هناك بيوند، والعجول مستريحه والدنيا تمام، وانا ضامن 100% انها حلال. سافرت شفت المجزر ده بالذات، بس انا شايف الفيديوهات بتاعته. حلو. فانا بجيب اللحمه من اوروجواي، بجيب اللحمه من جنوب افريقيا، بشتغل بالاثنين دول، بتديني الطعم الثابت اللي ما بيتغيرش، اللي عاجب الناس، اللي بتخلي الاجانب قبل المصريين واقفين عندي هنا. كمل العرب والاجانب اللي بيجوا لنا هنا مش طبيعي، لدرجه ان انا احيانا والله ما بقول كده عشان مطعمي، بس انا بسال حد بقول لهم يا جماعه هو يعني الاكل عجبكم؟ يقول لي بس فيلي تشيز ستيك ايفر. فانا بقول له في مصر يعني؟ قال لي لا هول. الحمد لله. واني ساندوتش بيست سيلر اللي هو التوب عندك؟ البيست سيلر عندي الفيلي تشيز ستيك طبعا اللي ضارب قوي بقى دلوقتي الترافل ده. ترافل عليه ده عظيم، والبيج بوي عظيم. عندي ترافل بيست، مش بروح اجيب ولا الزيت ولا البودر والكلام ده. احنا بنعمل فراخ عالميه، يعني الناس كلها تقول لي ايه انا اكل من عند صلاح لحمه هبسط وايص. اذا كان برجر او ستيك الاثنين توب. بس يعني ايه تاكل عندي فراخ وتبقى الناس مهيصه ومبسوطه، وانا مش راجل فايتها كونسبت فراخ. فانا هدواك برضو فراخ النهارده لو ينفع. ماشي. خلاص ونظبط الدنيا وتدوقها. يلا بينا يا معلم. وزي ما قال الشيف ان دول اكتر سندوتشين بيطلبوا عندهم، البيج بوي والفيلي تشيز ستيك. نبتدي بقى بالفيلي تشيز ستيك. ساندوتش كبير قوي، كميه الفيلنج اللي جوه الساندوتش ضخمه. عباره عن ايه الساندوتش ده بقى؟ عباره عن فريش مشروم ولحمه ستيك بتتحط على الجريل. قطع يا معلم وانزل عليه بالخضار بقى، الفلفل والبصل، حط بقى عليه التوابل، ملح، فلفل اسود، قلب كل الكلام ده في بعضه وحطه في الطاسه، وانزل عليه بقى بصوص جبنه، قلب 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 قلب. والفيلي تشيز ستيك بيتحط في عيش شباته، قطع يا معلم بالزبده كده على الجريل، وانزل بقى بالستيك جوه الساندوتش من غير اي صوصات ولا اي حاجه. اقفل ويلا بينا بسم الله. اكلك منين؟ مش اول مره اكله، بس كل مره ببسط نفسي زي اول مره. حلو قوي صح؟ كميه فيلينج مش طبيعيه، ما ينفعش اتكلم عليه جامد. اجمد فيل ستيك كلته تقريبا ولا كواليتي اللحمه بقى حتى لو نخش بقى على البيج بوي. قطعه سماش برجر عليها جبنه، انزل بقى في عيش البريوش، وانزل بقى بالفيلي تشيز ستيك، نفس الانجريدينتس بالظبط بتاعت الساندوتش اللي فات، واقفل يا معلم ويلا بينا بسم الله. بس طماطم صوص مايونيز وبيكل بيدي طعم مختلف. هو نفس الفيل تشيز ستيك زياده كده على سماش برجر عليها جبنه، بس طعمه حلو صح. كسر الصراحه حته كده ايه، صوص المايونيز مع البيكل كسر الطعم شويه، وهمي لوحده من غير اي حاجه. بس كام ده وده الاثنين جامدين يعني. اللي كيف بعد السوسس البسيطه هيحب البيج بوي، اللي عايز كل حاجه لحم صرف مع المشروم مع التوابل البسيطه فيش ستيك. بس الاثنين اوفرول جامدين قوي قوي قوي. وده بالمره قلت اجربه. اجدد ساندوتش عندهم ترافل ستيك، عباره عن فريش مشروم بينزل على الجريل، حط عليها زيت وانزل بالستيك على الجريل، قطع كل ده في بعضه بقى، والتوابل فلفل اسود وملح، وانقل كل الكلام ده في الطاسه. حط بقى عليه صوص الترافل، انزل كده بقى في العيش البريوش، وبيتحط عليه بصل، بيتحط في البريدنج، بيتحط في الزيت، بيطلع بالجمال ده كله، وحط على الوش يا باشا. اقفل وكل يا معلم. ده الساندوتش الجديد قلت بالمره جربه، ترافل ستيك ويلا بينا بسم الله.
بس اقول لكم اهم حاجه عليه صوص الترافل خطير، طعم البصل حلو قوي، مدي طعم الساندوتش خطير. يعني كده الستيك بالمشروم بالتوابل اللي عليه بلس صوص الترافل وكمان البصل خلاه بص متكامل. لا الصراحه الساندوتش ده جديد وخطير. لا اللحمه لوحدها مش طبيعيه. انا نسيت ان في تصوير والله، انا عمال اكل حلو قوي. اقول لكم على معلومه تقريبا محدش عارفينها. شايفين رقم 3 اللي قبل كلمه داينر على شكل قلب؟ عشان الشيف محمد صلاح مع 2 شركاء، امان اسماعيل وشيرين الاتربي. دي بقى لودد تشيكن فرايز، عباره عن فرايز وفرايد تشيكن بتتقطع كده وبتحط عليها وصوص مايونيز بقى وكاتشب وبيكلز وكول سلو وكل يا معلم. خد المعلقه ويلا بينا نقطه تبعك طعمها حلو. لا تصدق هو طعمها جامد. اللي بيحب اللغوصه حاجات ميكس كتير على بعض بالصوص جت عجيبه. بالمره قلت اجرب التشيكن وينجز، عنده نوعين بالباربيكيو وصوص الفاير. نبتدي بقى بصوص الفاير، بتتحط في البريدنج هوب على الزيت عشان تطلع وتعمل لها ديبنج في صوص الفاير. قلب كل الكلام ده في بعضه ويلا بينا بسم الله. سبايسي قوي، توصين قوي بصوص الفاير بس جامده قوي الصراحه. زيرو ناخد واحده كده بقى وغرقها في صوص الرانش. يجي معاك كاب صوص رانش كده، غرق يا معلم غرق. بسم الله. صوص الرانش عمل تش بعد سبايسي طعمه خطير. دي بقى بصوص الباربيكيو نفس الكلام بس ما بتتحطش في البريدنج، هوب في الزيت بتطلع بتتغرق في صوص الباربيكيو وبسم الله. يلا بينا بسم الله. حلو اي صوص كتير قوي غير السبايسي بس الباربيكيو جامد. الفاير برضو اجمل بكتير، هي سبايسي قوي مع حته صوص الرانش كسرتها بس الباربيكيو لطيفه برضو. دول اشهر سندوتشين التشيكن عندهم، الفاير والفرنش. نبتدي بقى بالفاير. اول حاجه بنحط كول سلو والفراخ بتبقى فريش بتتحط في البريدنج هوب في الزيت بتطلع نغرقها في صوص فاير. قلب 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 وانزل بيها على الكول سلو، حط كمان فوقيها كول سلو واقفل ويلا بينا بسم الله. صوص السبايسي مع الكول سلو الميكس ده خطير حلو قوي. كسر الحته السبايسي، فراخ فريش اصلا قطعه كبيره جامده قوي الصراحه. البريدنج وتتبيلتها حلوه قوي قوي قوي. عايز اقول لكم ساندوتش فرايد تشيكن زي ما قال الكتاب، يعني من اجمد من اماكن بتعمل فرايد تشيكن بس اصلا. لا ساندوتش خطير، ما يقلش حاجه خالص عن الستيك والبرجر عنده. انا ممكن اجي اكل فرايد تشيكن عادي. ده بقى الفرنش تشيكن، عباره عن مايونيز وخس وبيكلز وقطعه الفرايد تشيكن بتتحط ومن فوق هاني ماسترد. نفس البن بالظبط، بريوش بن كده بس اصغر من البن العاديه اللي بتستخدموها في البرجر. ويلا بينا بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ ده بقى من غير بقى ولا اي صوت، يعني ولا صوص سبايسي ولا كول سلو. طعم الفراخ لوحدها حلو قوي، يعني ده رغم ان هو عليه صوص واحد بس يعني ملوش في سبايسي، ده يعجبه قوي. والخبر الوحش اللي انا سايبه لكم للاخر، للاسف 3 داينر فرع ذا درايف مش هيعمل شورت تريبس تاني، هيبقى في فرعه الجديد سودك ايست تاون التجمع الخامس. من الاخر 3 داينر بيعمل سماش برجر او ستيك او حتى فراخ جامدين قوي بكواليتي ولا كلمه. وزي ما انتم شفتوا كده ان اللحمه مش بلدي بس هي اعلى من البلدي عشان تحافظ على الكواليتي ستاندرد والكونسستنسي كده زي ما انتم شفتوا كده، عشان كل لما تيجي تاكل نفس الطعم بتاع اول مره مفيش اختلاف. فحرفيا 3 داينر يستاهل شير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقول كل فيديو مش هيراح حاجه بالطعم نضيه بالدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.